When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة جايين نتكلم فيها عن ايجون تارجيريان. أنا كنت المفروض الحلقات دي تبقى عن توحيد وغزو ايجون هو واخواته اتنين فيسينيا ورينيس للممالك السبعة وغزوهم لقارة ويستروس، لكن قلت قبل ما نخش على طول في الحلقات دي والحروب بقى والمعارك، قلت نتكلم عنهم، نعمل حلقة عن ايجون وحلقة عن فيسينيا وحلقة عن رينيس نعرف عنهم. طبعا الحلقات دي مش هنذكر فيها أي حاجة لها علاقة بالحروب المعارك، جايين نتكلم عن شخصية ايجون، حياته، احفاده، ولاده، كل ده اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده. انما الحروب والمعارك هنسيبها حلقات الغزو، ومستقبلا ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن اي فرد من عائلة التارجيريان هتكون من ضمن السلسلة دي شخصية من تارجيريان. فاول حلقة معانا من السلسلة دي هتكون عن الملك ايجون تارجيريان، الملك المستقبلي لقارة ويستروس، الملك الاول وللعرش الحديدي. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نبدا حلقه. ايجون تارجيريان المعروف باسم ايجون الفاتح او ايجون تنين، اول ملك للممالك السبع وملك على العرش الحديدي بعد ان غزا 6 ممالك من اصل 7. وقت الفتح كان سيد التنين وهو مؤسس سلالة التارجيريان الحاكمة لقارة ويستروس. ولادة ايجون وحياته المبكرة، اتولد ايجون في دراجون ستون قبل 27 سنة من الفتح، وهو ابن اللورد ايرون تارجيريان والام الليدي فيلينا فالاريون. يعني ايجون من اب من عائلة التارجيريان ومن ام من عائلة الفالاريون، عشان كده بنشوف العلاقة القوية جدا اللي بتربط العائلتين دول ببعض. شخصية ومظهر ايجون تارجيريان، كان ايجون تارجيريان طويل القامة، عريض المنكبين، وقوي المظهر، وعيونه كانت لونها ارجوانية، وشعره كان قصير ولونه فضي وذهبي. كان بيتمتع بشخصية قوية وجذابة للغاية، وقائد جدا اثناء الغزو، وكان بيلبس عادة قميص من الحرافيش السوداء والاقواس والقفازات وعباية في ارض المعركة. كان يملك سيف البلاك فاير المصنوع من الفولاذ الفاليري الاصلي، وكان التاج بتاعه عبارة عن دائرة، تاج مدور بسيط من الفولاذ الفاليري، وكان مرصع ومزين بأحجار الياقوت، وأحجار كانت كبيرة ومربعة. ايجون كان بيشوف نفسه ان هو لغز، كان شخص منعزل تماما، وكان صديقه وصاحبه الوحيد كان اوريس براسيون، الاخ الغير شقيق، الاخ الغير شرعي لايجون تارجيريان. اوريس براسيون ممكن تكون هي الحلقة الرابعة، لو لقينا عنه معلومات كتير جدا ممكن نعمل عنه حلقة. ايجون كان محارب عظيم جدا، كان بيركب تنينه فاليريون الرعب الاسود، بس كان بيركبه وقت السفر لمسافات بعيدة او لما يكون في معركة. ما كانش بيركب التنين فاليريون ده كتير جدا. وايجون ما كانش برضه بيشارك في اي بطولة بتتعمل، يعني احنا عارفين ان في العالم ده البطولات بتتعمل على اي حاجة، فايجون ما كانش من الناس اللي بتشارك البطولات دي. تعالوا بقى نتكلم عن اخوات وازواج ايجون. ايجون كان عنده اخت كبيرة وهي فيسينيا، وطبعا فيسينيا هي اللي هنتكلم عليها في الحلقة الجاية ان شاء الله، واخت اصغر منه وهي رينيس. وكان بقى وفق للتقاليد اللي معروفة في عند تارجيريان والفاليريون ان ايجون تزوج من اخواته، لكن بدل ما يتزوج من واحدة بس زي ما كان الكل متوقع ان هو التقاليد ان هو بياخد زوجة واحدة بس، لا، ايجون تزوج من اخواته الاثنين فيسينيا ورينيس، وانه تزوج فيسينيا بدافع الواجب وتزوج رينيس بدافع الحب والرغبة، وان اتخاذ زوجة تانية ده كان امر غير اعتيادي. بس كان ايجون مخلص لاخواته وازواجه جدا، وكان بيترك ليهم امور الحكم، كان بيسيب لهم ان هم يديروا الحكم والسلطة. كان ايجون بيتولى القيادة بس الا عند الضرورة، لكن ايجون قيادي قوي جدا، وكان قاسي جدا مع اي حد يقف في وشه او يخالف قراراته وامره، لكنه بالمقابل كان سخيا وودود ورحيم جدا جدا للي كان مطيع ليه او اللي كان بيسمع كلامه او اللي كان بيركع له. تعالوا بقى نتكلم عن ايجون والدين. ايجون ما كانش شخص متدين بشكل خاص، لكن بحسب المصادر ان ايجون
اتبع عقيدة وديانة السبع لأسباب سياسية، لأسباب الغزو بقى والسيطرة والحكم. وكان ايجون حالما بالتنين. طبعا احنا عارفين حلم ايجون واللي مش واجعين دماغنا بيه في مسلسل آل التنين. ايجون وتنينه باليريون الرعب الاسود. ايجون هو اللي خد تنين ده باليريون الرعب الاسود، وهو التنين ده هو التنين الوحيد اللي جه من فاليريا قبل الهلاك. ايجون هو اللي كان واخد تنين باليريون الرعب الاسود، وايجون قبل زواجه اخذ التنين ده من دراجون ستون ورجع بيه تاني لقارة اسوس عندما طلب امراء بنتوس وتايروش من ايجون للمساعدة في صراعهم ضد مدينة فولانتوس العظيمة. وطبعا الحاجات دي والتفاصيل دي انا ما بفوتهاش، ففي حلقة كاملة اتكلمنا فيها عن الموضوع ده، زي ايجون شارك الحرب دي وعمل ايه. الحلقة دي موجودة على القناة، تقدر ترجع تشوفها. ابناء ايجون. في القرن السابع عشر بعد الفتح اصبح ايجون اب لاول مرة عندما انجبت اخته الصغرى او زوجته رينيس ولد، والولد ده سموه اينيس، يعني امه اسمها رينيس وهم سموه اينيس، يعني شالوا الر وحطوا الف وكمل. لكن الطفل ده اتولد وكان مريض، كان تعبان، صحته ما كانتش كويسه، وفي شائعات طلعت وكانت بتقول ان اينيس ده مش هو ابن ايجون، او ايجون مش ابو اينيس، وان هو كان ابن واحد من المغنيين. لكن بمجرد اينيس ده ارتبط بالتنين ويك سيلفر، التنين قبله ارتبط بيه، بدأت الشائعات دي تقل، او نقدر نقول انها بدأت تختفي بمجرد ارتباطهم تنين وانيس ببعض. وبعد موت ام انيس اخت ايجون في سنة 10 بعد الفتح، ايجون اصبح شخص يائس. كانت في شائعات بتدور هل شأن اذا كان اينيس ابن ايجون ده هيعيش ولا لا، لانه كان مريض جدا وكان بيتعب كل شويه. فيسينيا الكبيره مرات ايجون ما كانتش لسه حملت، ما كانتش لسه خلفت، مع انها الزوجه الاولى، ورينيس كانت هي الزوجه الثانيه بس هي اللي خلفت الاول. واعتقد البعض او الناس الموجوده ان هي ما بتخلفش. وبعدها ظهرت شائعات ان ايجون هيتجوز، لكن ايجون هو سمع الشائعات دي بس ما ردش عليها، ما اداش اي تعبير، ما قالش حاجه. وبعدها عدد من الفرسان واللوردات جمعوا بناتهم واحضروهم على اساس بقى ان ايجون يشوفهم ويختار منهم الزوجه الجديده. لكن بعديها بسنه، في سنه 11 بعد الفتح، اعلنت فيسينيا ان هي حامل، وفي السنه اللي بعديها على طول انجبت ولد لايجون. كده ايجون عنده ولدين، الولد اينيس اللي هو المريض والتعبان ده، والولد الثاني هو ميجور اللي هيتعرف بعد كده ميجور القاسي، وده هنجيله ان شاء الله قدام. لكن نقدر نقول ان ايجون كان مهتم اكتر باينيس، كان قاعد معاه وكان بيربيه في العاصمه كينجز لاندنج، كان بياخده وبيلف معاه في رحلاته. كان ايجون بيسمح لإنيس ان هو يتدرب بسيفه، سيف البلاك فاير، سيف الملك. ونظرا لان إنيس ما عندوش اخوات بنات، زوج إنيس من ابنه عمه السيده اليسا فاليريون، ابنه سيد السفن، في سنه 22 بعد الفتح. وإنيس ده هيكون عنده 6 اولاد من السيده اليسا. 5 من الاطفال دول اتولدوا في عهد ايجون، في طفل اتولد بعد موت ايجون. وهنا بقى هنيجي لموت ايجون تارجيريان. في سنة 33 بعد الفتح كان ايجون خلاص حقق تقدم كبير جدا، تقدمه النهائي في جميع انحاء قارة ويستروس، حيث ان هو ذهب وطار على ظهر نينو الى وينترفيل الى الشمال. وفي سنة 37 بعد الفتح في دراجون ستون، وقت كان ايجون قاعد مع احفاده ايجون وفيسيريس، كان قاعد معاهم وبيكلمهم وبيحكي لهم عن حكاياته وحكايات الغزو وحكاية المائدة اللي هي الموجودة في دراجون ستون، اللي مرسوم عليها خريطة كل شيء موجود في قارة ويستروس. وان ايجون مات في الوقت ده، مات وهو قاعد مع احفاده بسبب سكتة دماغية عن عمر 63 سنة. وايجون تم احراق جثته في دراجون ستون، وان جثته دي اتحرقت بنيران تنينة فيجر، اتحرق مع سيفه البلاك فاير. لكن ابنه ميجور راح الحركة دي واستعاد السيف ده مرة تانية. تعالوا بقى نتكلم عن ارث تراث ايجون تارجيريان وايه اللي كان بيحصل بعد ما مات. كان حكم ايجون في الفترة الحكم بتاعه كانت فترة نقدر نقول ان هي كان في موجود فيها السلام، لكن في اعداد من رعاياه او الناس اللي موجودة في قارة ويستروس كانوا عايزين ان هم يرجعوا للايام القديمة، ان كل مكان يبقى هو المسؤول او هو الملك عليها. كلنا عارفين ان لما ايجون غزو ويستروس وحارب
حكم ويستروس مبقاش فيه ملوك، او الملك هو اللي هيقعد على العرش الحديدي وهو اللي هيبقى المسؤول عن الممالك 7. مثلا الشمال هيبقى اسمه لورد الشمال، وان لسه في ناس ولسه عايزين الانتقام من ايجون، لان طبعا الحروب والمعارك والغزوات اللي عملها ايجون ما كانتش كده عدت كده، في ناس اتقتلت وعائلات انتهت، عوائل واهالي الناس اللي لسه موجوده لسه جواهم الانتقام من ناحيه ايجون وعائله التارجيريان. في اللي شاف عائله التارجيريان دي عائله قذره، الكلام او بدا الناس خلاص تحس ان بعد موت ايجون ان هي تقدر تتكلم، او ان هي تقول رايها، او ان هي تقدر تتحرك، ان هي تعمل حاجه. فبعد موت ايجون امتلأت فترات حكم إنيس وميجور الاول، حكموا بعد كده بعد موت ابوهم بالفوضى والمعارك. طبعا ايجون كان بيستخدم السيف المعروف، السيف بلاك فاير، وايجون كان شايف ان اللي هياخد السيف ده هو اللي هيقعد على العرش الحديدي او اللي هيبقى ملك. طبعا واحد يجي يقول لي طب ما هو السيف ميجور خده، ميجور خد السيف وإينيس طبعا هو اللي مسك الحكم لان هو الاكبر. ميجور راح اداله السيف وقال له خده، بس إينيس مرضيش، قال له خليه معاك، انا مش عايزه، انا مش بتاع حروب. وعلى الكلام ده هنعرفه اكتر لما نيجي نتكلم فتره حكم إينيس. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتكلمنا فيها عن ايجون وشخصيه ايجون والاولاد ايجون وزوجات ايجون وحياه ايجون وموت ايجون وارث ايجون بعد ما مات. بس كده. طبعا الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون عن فيسينيا. ففي الحلقة الأولى اتكلمنا فيها عن ايجون تارجيريان، والحلقة الثانية اللي هي النهارده جايين نتكلم فيها عن الأخت الأكبر وهي فيسينيا تارجيريان. فيسينيا تارجيريان هي الأخت الأكبر لإيجون تارجيريان وزوجته في نفس الوقت وفقا للتقاليد وعادات التارجيريان، وزي ما قلت هي زوجة ايجون الأول، ايجون الفاتح، سيد وملك الممالك 7. وعندها أخت الصغرى وهي الاخت الاصغر ما بين فيسينيا وايجون، وهي اسمها رينيس. وكانت فيسينيا راكبه تنين، تنين هو التنين فيجر، طبعا التنين اللي شفناه في مسلسل آل التنين. هنيجي بقى دلوقتي نتكلم عن ولاده فيسينيا وحياتها. اتولدت فيسينيا في سنه 29 قبل الفتح، وطبعا هنا التاريخ بنذكره ما بين حاجتين، لا اي احداث حصلت قبل فتح ايجون للممالك وتوحيد الممالك 7 بنقول سنه كذا قبل الفتح، واي حاجه بتحصل بعد الفتح بنقول سنة كذا بعد الفتح. هنا فيسينيا اتولدت سنة 29 قبل الفتح في جزيرة دراجون ستون، وهي كانت الابنة الأكبر للورد ايرون تارجيريان سيد دراجون ستون والليدي فيلينا فيلاريون، وطبعا اخواتها ايجون ورينيس. وطبعا ايجون ورينيس اتولدوا بعد ولادة فيسينيا بسنين قليلة جدا. طبعا منذ صغر فيسينيا اتدربت، كانت بتتدرب مع اخوها ايجون على السلاح والفروسية، واصبحت محاربة ماهرة جدا. زواج فيسينيا، وزي ما كان متوقع وفقا للعادات وتقاليد التارجيريان تزوجت فيسينيا من اخوها ايجون، وعلى الرغم ومن غير المتوقع تزوج ايجون من اخته الصغرى رينيس. وان الناس كانت بتقول وقتها ان ايجون تزوج فيسينيا بدافع الواجب وتزوج رينيس بدافع الحب والرغبة، وان فيسينيا ارتبطت جدا بالتنين بتاعها فيجر. بسببها كان بيتقال ان هي زارت قلعة اولد تاون واللورد ريد واين مع اخوها ايجون. تعالوا بقى نتكلم عن مظهر وشخصية فيسينيا. طبعا فيسينيا امتلكت الصفات الفاليرية الاصيلة، كان شعر لونه فضي وذهبي، وكانت فيسينيا بتربط غالبا شعرها على شكل حلقات، وعيونها كان لونها ارجواني، وان جمال فيسينيا كان اكثر تقشف وقوة. طبعا هي مش وحشة، هي جميلة على فكرة، بس نقدر نقول ان هو وصف للصلابة والقوة اللي كانت فيها، عكس اختها رينيس. يعني رينيس كانت جميلة جدا جدا، وفيسينيا كانت جميلة، بس الفرق في القوة والصلابة والشخصية. فيسينيا كانت شخصية شهوانية عاطفية، لكنها كانت جادة وصارمة قوية جدا، ما كانتش بترحم. وان الناس بتقول ان فيسينيا انخرطت في اعمال السحر واللعب بالسموم. فيسينيا كانت راكبة تنين زي ما قلت، وكانت محاربة في نفس الوقت. يعني دايما بنشوف يعني ان ممكن الشخص يكون راكب تنين بس ما يكونش محارب، زي رينيرا مثلا ركبت تنين لكنها ما كانتش محاربة، ما كانتش تجيد استخدام السيوف، عكس فيسينيا كانت راكبة تنين وكانت بتجيد استخدام السيف وشاركت في حروب. وان فيسينيا كانت بترتاح في لبس الحرير، لكن لما كانت بتلبس لبس وزي المحاربة كانت بتستخدم السيف المصنوع من الفولاذ الاصلي الدارك سيستر، طبعا السيف اللي شفناه واللي بنشوفه مع ديمون تارجيريان في آل التنين. تعالوا بقى نتكلم عن فيسينيا والأمومة. بعد موت أختها رينيس في سنة 10 بعد الفتح
في دور انهارت صحة ابنها إينيس ابن رينيس، وبدأ الناس في الشك إذا كان الابن ده هيموت بعد موت أمه ولا لأ، لأن إينيس كان ضعيف ومريض كانش قوي جسمانيا وصحيا، وما كانش لسه فيسينيا خلفت، بالرغم إن فيسينيا كانت هي الزوجة الأولى، إلا إن رينيس خلفت قبلها. وبدأ الناس والشائعات تقول إن فيسينيا ما بتخلفش، وبدأوا يقترحوا على إيجون إنه بالزواج، كل لورد يجيب بنته ويعرضها على إيجون عشان يتجوز منها، لكن إيجون ما كانش بيرد على الكلام ده وما كانش يقول رأيه. لكن بعد مرور الوقت حملت فيسينيا وخلفت ابن، والابن ده سمته ميجور، واللي معروف واللي هنجيله طبعا في الحلقات اللي جايه باسم ميجور القاسي، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، فيسينيا وابنها ميجور. بمساعده فيسينيا ام ميجور حصل ميجور على العرش الحديدي والحكم، وان هي وقفت ضد وتحدت اي حد كان ينكر حق ميجور في الحكم، لدرجه انه راحوا محاكمه بتسمى محاكمه 7. المحاكمه كان من ضمنها ميجور وابناء المحاربين، لكن بالرغم من اصابه ميجور المحاكمه دي باصابه بالغه، الا ان هو الوحيد اللي كان عايش وكان الناجي الوحيد. وفي سنة 42 بعد الفتح طارت فيسينيا على ظهر التنين بتاعها فيجر إلى دريفت مارك لإقناع أرملة إليسا فيلاريون بإن هي تغادر قلعة والدها اللي هربت ليها بعد ما مات زوجها الملك إينيس. طبعا عشان بس او ممكن ما انت متجمعش، إينيس هو ابن اخو فيسينيا اللي هي رينيس. إينيس هو الاخ الاكبر وبعده ميجور، الاخ الاكبر هو اللي بيمسك الحكم. فبعد موت إينيس هربت زوجته إليسا فيلاريون إلى دريفت مارك، أو ميجور هو اللي مسك الحكم. فكان في صراعات حوالين الموضوع ده والحكم ومين اللي يمسك الحكم. كانت فيسينيا بتساعد ميجور في إن هي تتحدى أي حد وتقف في طريق أي حد إن هو ينكر حق ميجور الحكم. طبعا إينيس كان عنده ولاد، فالمفروض إن بعد موت إينيس ولاده هما اللي يمسكوا الحكم، لكن فيسينيا ما عملتش كده وخلت ميجور هو اللي يمسك الحكم. فراحت لإليسا زوجة إينيس في دريفت مارك وكانت بتطالبها إن هي تمشي من القلعة. وفي سنة 43 بعد الفتح ميجور كان استدعى ناس ان هم ييجوا البلاط الملكي عشان يعترفوا بيه كده، ففيسينيا كانت صدت اللي رفضوا تلبية الدعوة دي. فلما الناس دي رفضت ان هي تلبي دعوة ميجور عملت ايه؟ راحت راكبة على التنين بتاعها فيجر وراحت احرقت العديد من المنازل والبيوت والعائلات في اراضي النهر، وبعد كده راحت مع ميجور نحو المدينة القديمة وهددت باحراق ستار سبت ردا على الهاي سيبتون اللي كان موجود هناك، لان هو كان رافض تعدد الزوجات اللي كان بيعمله ميجور كان بيتجوز اكتر من مره. فالهاي سيبتون الموجود في المكان ده كان رافض او كان بيتكلم عن الموضوع ده. فيسينيا مع ميجور تنانينهم هددوهم ان هم هيحرقوا المدينه لو ما توقفش عن الموضوع او الكلام اللي بيقوله. وطبعا الهاي سيبتون ده فجاه راح مات. اللي حصل بعد ما مات ايه؟ ان اللورد مارتن هاي تاور فتح ابواب المدينه قدام فيسينيا وميجور وانقذ المدينه بتاعته من ان التنانين تحرقها. وبعد ما ان ميجور انتهى من معركه كانت تحت عين الالهه، اقنعت فيسينيا ابنها ميجور بانقاذ مجموعه كده او العديد من المتمردين اللي كانوا اصحاب الاصول العاليه. وبعد موت ايجون كانت فيسينيا احتفظت بإليسا وطفلها جيهيرس وأليسن كنوع من انواع الحمايه ليها في دراجون ستون. وهنيجي دلوقتي لموت فيسينيا. وبحلول سنه 44 بعد الفتح كانت فيسينيا في الوقت ده بتتمتع بصحه جيده وانها كانت قادره على ركوب التنين للمعركه. كل الكلام ده كان قبل سنه 43، يعني قبل سنه 44 بسنه كانت بتتمتع بصحه جيده، كانت بتقدر انها تركب التنين وتروح للمعارك. لكن مع الوقت اصبحت فيسينيا رفيعه جدا ومنهكه حيث ان اللحم ذاب من على جسمها. توفت فيسينيا في نفس السنه في الوقت اللي كان لسه في ميجور في حملته الانتخابيه شغاله. وبعد موت فيسينيا راح إليسا وأطفالها بعيد عن القلعة، خرجوا من دراجون ستون وخدوا معاهم السيف بتاعها اللي هو دارك سيستر، وتم إحراق جثة فيسينيا وفقا للتقاليد وعادات التارجيريان. وإن بعد إحراق جثتها تم دفن عظامها والرماد المتبقي من جثتها بجانب أخوها إيجون الأول. وأعطت إليسا فرمان إن هي تسمي أسامي إيجون وفيسينيا ورينيس على الجزر اللي حصلت ولقيتها في بحر الغروب. وطبعا كلنا عارفين معبد بيلور، المعبد ده موجود على تلة فيسينيا في كينجز لاندنج. وبالنسبه لموضوع التلال يعني احنا ممكن نلاقي نقول تلة رينيس، تلة ايجون، تلة
فيسينيا. الثلاثه دول لما جم غزوا كينجز لاندنج او غزوا ويستروس، كل واحد فيهم على التنين بتاعه وقف على تله. ايجون وقف على تله، فيسينيا وقفت على تله، رينيس وقفت على تله. كل تله من اللي وقف عليها اتسمت باسم صاحب اللي وقف عليها. معبد بيلور كان اتبنى على التله اللي وقفت عليها فيسينيا وقت الغزو. ارث فيسينيا، في كلام كده اتقال على فيسينيا بعد ما ماتت، وان بموت فيسينيا يقال انها تسببت في الموت المفاجئ للملك رينيس الاول ابن ايجون ورينيس. دفعوا ده اللي خلى البعض يقول ويسميها قاتله الاقارب وقاتله الملوك. وبس كده تكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتكلمنا فيها عن فيسينيا وشخصيه فيسينيا بعيدا تماما عن الحروب والمعارك اللي خاضتها، وده اللي هنتكلم عليه بالتفاصيل في حلقات الغزو. من آل التنين. الحلقة الأولى اتكلمنا فيها عن الملك ايجون تارجيريان، والحلقة الثانية اتكلمنا فيها عن الأخت الأكبر فيسينيا تارجيريان، والحلقة الثالثة النهاردة جايين نتكلم فيها عن الأخت الأصغر وهي رينيس تارجيريان. زي ما بقول كل مرة في كل حلقة إن إحنا هنا مش بنتكلم عن حروب الشخصية أو المعارك اللي خاضتها الشخصية، جايين نتكلم عن حياة الشخصية، إرث الشخصية. مش هنتكلم في تفاصيل الحروب والمعارك، كل ده سايبينه حلقات الغزو، توحيد ايجون واخواته الاثنين للممالك السبعه قاره ويستروس. فحلقتنا النهارده جايين نتكلم فيها عن رينيس تارجيريان. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نبدا. الملكه رينيس تارجيريان كانت الاخت الاصغر للملك ايجون تارجيريان وفيسينيا تارجيريان، وكانت في نفس الوقت زوجة الملك ايجون تارجيريان الزوجه الثانيه. وكانت رينيس هي الزوجه المفضله لايجون تارجيريان، وطبعا كلنا عارفين ان رينيس ايجون اتجوزها بدافع الرغبه، انما فيسينيا كانت الزوجه الاولى لكنه تزوجها بدافع الواجب. وكانت رينيس وايجون لديهم ابن وهو رينيس الاول، هو الابن الاكبر لايجون. واستمر نسل التنانين حيث ان كان 15 من الملوك تارجيريان، 16 ياتون مباشره من نسل رينيس وايجون. ورينيس كانت راكبه تنين، وتنينها هو ميراكسس. ولاده رينيس وحياتها المبكره. ولدت رينيس في جزيره دراجون ستون من اب اسمه ايرون تارجيريان سيد دراجون ستون، وام بالينا فيلاريون من عائله الفيلاريون. وزي ما قلت ان ايجون كان متجوز من رينيس، والزواجه دي كانت زواجه غير متوقعه. المظهر والشخصيه، رينيس كانت شخصيه امراه جميله ذات شعر فضي وذهبي، وكانت طويله، وكانت عيونها لونها ارجوانيه، وكانت صاحبه جسم نحيف، وكانت طيبه القلب، رشيقه مرحه فضوليه ومندفعه، لكنها مع جانب مؤذي في شخصيتها. كانت تحب الموسيقى والرقص والشعر، كانت بتحب الطيران كتير، كانت بتحب الطيران على ظهر تنينها ميراكسس. رينيس في عهد حكم التنين، بعد تتويج ايجون بالحكم كملك لويستروس على يد الهاي سيبتون وتلبيسه تاج الملك، خلال السنوات الاولى من حكم اخوها وزوجها ايجون ساعدته في جهوده لكسب احترام اتباعه والشعب. كان اصحاب الشأن الصغير، الناس اللي بتمتلك نقدر نقول عليها سلطه بس بشكل محدود او بشكل صغير، دول كانوا مصدر القلق الوحيد لرينيس. ورينيس كانت مهووسه بالشعراء والمطربين والمغنيين، وهي كانت بتقوم بترتيب الزيجات او الزواج بين المنازل البعيده. كان من ضمن هذه الزيجات زواج ابنه اللورد توريان ستارك من رونيال ارين سيد العش. وقيل ان ايجون كان بيقضي كل 10 ليالي مع رينيس مقابل كل ليله كان بيقضيها مع سينيا. كان بيقضي الوقت الكبير جدا مع رينيس. كان في شائعات كانت بتقول ان الايام او الليالي اللي كان ايجون بيكون فيها بعيد عن رينيس كانت رينيس بتقضيها. وفي سنه 7 بعد الفتح انجبت رينيس الابن الاكبر لايجون رينيس. يعني حتى الاسامي اللي هو شلنا الره بتاعت رينيس وحطينا الالف اينيس، لكن اينيس ده اتولد طفل صغير ضعيف الجسم مريض. كان في شائعات بتقول ان اينيس ده مش ابن ايجون، لكن مجرد ارتباط اينيس بالتنين ويك سيلفر انتهت هذه الشائعات، ما حدش يتكلم بمجرد ارتباط اينيس بالتنين. هنيجي دلوقتي بنتكلم على موت رينيس. وبعد حرب عنيفه جدا ما بين التارجيريان بقياده رينيس وتنينها ميراكسس في مدينه دور، طبعا احنا قلنا مش هنتكلم عن حروب ومعارك، نخلي كل ده للحلقات الغزو. لكن رينيس في سهم اخترق عين تنينها ميراكسس وسقط التنين وعلى ظهره رينيس. طبعا التنين وقع على قلعه دمر نصف هذه القلعه. وطبعا تختلف الاراء بقى في ان ازاي رينيس دي ماتت. في اللي بيقول ان هي وقعت من على المقعد اللي قاعد عليه على ظهر ميراكسس ووقعت على الارض، اتصدمت بالارض. وفي اللي بيقول ان رينيس سحقت تحت
تحت ظهر ميراكسيس، يعني التنين ووقع بظهره، يعني نزل على رينيس. وفي بعض الروايات بتقول ان رينيس نجت من السقوط ده وماتت موت بطيء بسبب تعرضها للتعذيب على يد آل أولريس، لكن ما كانش في حد متأكد بالشأن ده او ان ازاي رينيس ماتت. لكن التاريخ بيسجل موتها انها ماتت في سنة 10 بعد الفتح في مدينة دور، وان جثتها لحد يومنا هذا ما رجعتش كينجز لاندنج، ما رجعتش العاصمة. إرث رينيس. كان إنيس ابن رينيس يبلغ من العمر في الوقت ده اللي ماتت فيه أمه 3 سنوات، وبعد ما مات تحس ان الواد اتحطم اتكسر لدرجة انه بطل يمشي ورجع يحبي من تاني كأنه طفل رضيع. وان السنتين اللي جم بعد موت رينيس سموها باسم غضب التنين، حزنا وزعلا على رينيس. مش بس حزن وزعل، لا ده ايجون وفيسينيا خد كل واحد فيهم خد التنين بتاعه واحرقوا كل قلعة وحصن موجود في دور خلال مرة واحدة، في طيرانة واحدة حرقوا كل حصن وقلعة موجودة في دور ما عدا مدينتين، سانسبير اللي هي تعتبر عاصمة دور ومدينة الظل. وعملوا مكافآت على رؤوس أمراء مدينة دور، وتم بناء سبت يعني حاجة كده زي نصب تذكاري على التلة الخاصة برينيس. طبعا موضوع التلات ده اتكلمت عنه في حلقة فيسينيا، اتبنت على تلة رينيس نصب تذكاري. وأخيرا كده في حاجة معلومة على السريع كده هقولها. عارفين رينيس الملكة التي لم تكن اللي كانت موجودة في مسلسل آل التنين دي اتسمت على اسم رينيس اللي بنتكلم عليها النهاردة. طبعا كلنا عارفين ان هي ماتت وهي تقع من على ظهر التنين، برضو التنين سحقها وقع عليها وقتلها، ماتت بنفس الطريقة اللي ماتت بيها الملكة رينيس. طبعا احنا اتكلمنا عن 3 اخوات، ايجون، فيسينيا، رينيس، 3 اللي غزوا ووحدوا الممالك ال7 في قارة ويستروس. الحلقة الجاية هتكون الحلقة الرابعة، هنتكلم فيها عن شخصية كانت موجودة مع الثلاثي في هذا الغزو والتوحيد، وهو الأخ الغير شرعي لإيجون تارجيريان وفيسينيا ورينيس، وهو أوريس براسيون. ده هنعمل عنه الحلقة الجاية لأنه كان واحد من الناس اللي شاركت وكان له دور كبير جدا في الغزو، ويعتبر هو الصديق الوحيد لإيجون تارجيريان، وهو أول مساعد ملك يد الملك في تاريخ ويستروس. وكل ده هنتكلم عنه في الحلقة الجاية إن شاء الله. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتكلمنا فيها النهاردة عن الملكة رينيس تارجيريان. حلقتنا النهارده هنتكملها لسلسله حلقات شخصيه من آل التنين، وهي الحلقه الرابعه. الحلقه الاولى اتكلمنا فيها عن ايجون تارجيريان، الحلقه الثانيه اتكلمنا فيها عن الاخت الاكبر فيسينيا تارجيريان، الحلقه الثالثه اتكلمنا فيها عن الاخت الاصغر وهي رينيس تارجيريان. 3 اخوات اللي قرروا قياده ايجون تارجيريان غزو ويستروس وتوحيد الممالك ال7. لكن في شخصيه ليها دور كبير جدا وشاركت في هذا الغزو، وهي شخصيه أوريس براسيون، واللي يعتبر الاخ الغير شرعي لايجون تارجيريان. لكن ايجون تارجيريان مش مجرد يعتبره اخ، هو الصديق الوحيد ليه. مش هنذكر اي حروب، اي معارك، اي تفاصيل عن الحاجات دي، لان كل الحاجات دي سايبينها هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقات الغزو والتوحيد. جايين نتكلم عن الشخصيه ومين هو الشخصيه دي. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نبدا الحلقه. أوريس براسيون، والمعروف ايضا باسم أوريس مساعد الملك، هو اول يد للملك في تاريخ ويستروس، كان يد الملك ايجون تارجيريان، وهو مؤسس عائله البراسيون، وهو كان اول لورد اوف ذا ستورم اند بعد آل دوراندون خلال حروب الفتح، وهو اللي قتل آخر ملوك العاصفة أرجلك المتغطرس، وأصبح أول لورد لبار ماون لأراضي العواصف، وتزوج ابنة أرجلك
المتغطرس اسمها أرجلة، وطبعا زي ما قلت أصبح أول مساعد للملك، واشتهر برضه ببراعته وقوته في الأسلحة وحمل الأسلحة. يعتقد الناس إنه الأخ الغير شرعي لإيجون تارجيريان، لكن بالرغم من عدم إثبات هذه الشائعات اللي بتطلع وبتقول إن هو أخ غير شرعي لإيجون تارجيريان، لحد يومنا هذا ما تمش إثبات هذه الشائعات، ما تمش تأكيدها. لكن السادة والأعضاء اللي موجودين أو عائلة التارجيريان اللي جم بعد كده أو اللي كانوا موجودين قبل كده أو يؤكدون صحة الكلام ده، إن أوريس هو الأخ الغير شرعي لإيجون وفيسينيا ورينيس. أوريس براسيون ميز نفسه بالقتال من أجل عائلة التارجيريان، كان بيعمل كل حاجة من أجل عائلة التارجيريان كأنه فرد منها، مش شايف نفسه ان هو ابن غير شرعي. خلال غزو ايجون وحروب دورن الاولى هنيجي دلوقتي نتكلم عن شباب أوريس براسيون. طبعا هو اخ غير شرعي من الاب ايرون تارجيريان اللي هو ابو ايجون وفيسينيا ورينيس سيد دراجون ستون. كان أوريس هو اشرس واحد في قادة اللي موجودين عند ايجون الاول، ايجون الفاتح، وكان ايجون بينظر لأوريس انه الصديق الوحيد ليه، وانه كان بالنسبة له بطل شبابه. وحفيد ايجون جيهيرس الملك جيهيرس الاول كان بيعتبر ان أوريس ابن ايرون الغير شرعي، وبالرغم من ذلك كان جيهيرس ذات نفسه ما يعرفش اي حاجة عن ام أوريس ولا حتى ظروف ولادته الوقت اللي اتولد فيه، وانه ما كانش بيسمع اي نوع من انواع الشائعات عن أوريس براسيون او امه او ازاي كانت العلاقة اللي جه فيها أوريس. اذا كان أوريس ده جه عن طريق الليلة الاولى، وطبعا الليلة الاولى دي كانت معروفة في الفترة دي ان الملك او سيد دراجون ستون كان يحق له بالليلة الاولى ان اي حد كان بيتجوز في دراجون ستون كان يحق للملك ان هو يكون مكان العريس. اتمنى تكون وصلت. فهل أوريس جه عن طريق الليلة الاولى دي، او انها كانت مجرد شقاوة لايرون في شبابه فجه منها طريقها أوريس براسيون؟ موت أوريس براسيون. مات أوريس براسيون وهو كان متأثر بجراحه في احدى المعارك اللي كان بيخوضها، ومات أوريس براسيون في خيمته وهو راضيا. أوريس براسيون كان عنده ابن واحد وكان اسمه دافوس، ووفق كلام ابنه ده دافوس ان ابوه مات في الخيمة وهو مبتسم. وزي ما قلت الكلام بقية عن أوريس براسيون، الحروب والمعارك اللي خاضها وقت الغزو وتوحيد الممالك السبعة مع ايجون وفيسينيا ورينيس. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو عجبتك متنساش تعمل لايك، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اول ما الحلقات الجديدة تنزل توصلك على طول. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجاية. سلام. كل اللي اتحقق في الدنيا كان اصله شخص حلم والناس قالوا له استحالة، فعلا تبقى مستحيلة لحد ما بتتحقق وانت تدرس كحالة.